أصدقائي، احنا تعبنا جدا عشان نوصل قمة الجبل ده، فبتمنى توصلوا الفيديو ده ل50,000 لايك. لا بهزر. احنا بنتفسح عادي وقررنا نطلع سانت كاترين عادي جدا، بس احنا مش قادرين ننزل بصراحه ومعانا المايكات واحنا بتوع انجليزي مش بتوع فلوجات. شفت انت اللي هو زي مؤمن بتاع مش بتاع سندوتشات. فاحنا قررنا اعمل معاكم مسابقه النهارده. هنتكلم عن اكتر الكلمات سهله ومعروفه بس الناس بتنطقها غلط. المايك معاك يا استاذ حازم، ما تبدا. لا ثانيه بس، ثانيه واحده. اللي مش هيعرف يطلع كلمات اكتر اللي عقله هيقف، مش هيفكر، مش هيكمل. مش عارف بصراحه، مفيش عذاب اكتر من اللي احنا فيه ده، صح؟ خلاص مش هعمل حاجه. خليه يطلع ايده من جيبه. فكر في كلمه الناس بتنطقها غلط. فكرت. سلمون. صح ايه؟ سامن. salmon, salmon, salmon. مع ان في ال بس النطق بتاعها بيبقى ال سايلنت بلا اي سبب بلا اي هدف، هي كلمه كده. سامن. كده حازم خد 1 بوينت. اوكي طيب، في كلمة تانية برضو ايه كل الناس بتغلط فيها، وهي كلمة تسونامي. ما اسمهاش تسونامي، اسمها ايه؟ اسمها سونامي. سونامي. التي فيها سايلنت، هي اسمها سونامي مش تسونامي. Tsunami, it's here. Tsunami, it's here. وكده سيف خد كمان بوينت. كلمه ارشيف. ارشيف. كل الناس بتقولها ارشيف بس هي الصح بتاعها اركايف. اركايف. برضه مع ان فيها سي اتش المفروض نطق تشاه ومش تشاه، لا بس كالعاده هي بلا اي سبب بلا اي هدف اركايف. اركايف. Archive. كده حازم 2 بوينتس. سيف. طيب هي كلمة صعب بتضايقني جدا، وهي كلمة ايه؟ نتفليكس. هي ما اسمهاش نتفليكس، اسمها نتفليكس عادي، ما اسمهاش نتفليكس لا. نتفليكس. كده سيف خد بوينت تنمر على الفلاحين. حازم. كلمه مريح. الناس بتقولها غالبا هنا اسمها نقطه كومفورتابل، بس هي بتنطق comfortable. comfortable. جامد. سيف. ايه يا باشا البوينت؟ يا يا باشا وحاطه في الصحراء جاي عليا. صحرا يا حازم، احنا على قمة. يا باشا انت في الجبل جاي عليا. ازاي بجد حافظ كلمة كل فيديو لازم تقولها كده بجد؟ ازاي؟ ماشي انا مش هرد على الاهانه دي. حازم خد 3 بوينتس. طيب كلمة الله العظيم، كلمة هوريزون ما اسمهاش هوريزون، اسمها هورايزون. كلمة هوريزون ما اسمهاش هوريزون، اسمها هورايزون، ده أفق. Horizon. كده سيف خد 3 بوينتس. حازم. تمام. ايه تاني؟ كلمة ربع. ربع. الناس بتقولها كوارتر. بس النطق الصح بتاعها كوردر. كورنر. A quarter? What's a quarter? A quarter? What's a quarter? كده حازم خد 4 بوينتس، بس على فكرة ده نوت امريكان اكتر. كلمة طالب ما اسمهاش student، اسمها student، وده امريكان انجلش برضه، مش بريتش. student. سيف خد كمان بوينت، تبقى 4 بوينتس. طب بما اننا جبنا بقى سيرة كلمة ستودنت، طب على فكرة بقى غبي ما اسمهاش ستيوبد، لا كده ده اسمها ستوبد. Stupid. كده حازم خد 5 بوينتس. مش تكسبني في دي بجد. يلا يا ست ليك انجز. اقول مش عارف ازاي استنى. خلاص سيف بينتهي التحدي وحازم هو الكسبان. انا جت في دماغي كلمة، على فكرة جت في دماغي كلمة. بعدين خلاص حازم هو اللي كسب. كسب في يا ابني الدردشه، انت هوطل يا ابني، ما تقول ايه يا ابني اي كلام. اول احنا لازم نطلع حد بيكسب وحد خسران عشان الناس بتحب فكره المكسب والخساره. الهدف من نطق الكلمات دي مش عشان انت تنطقها صح قد ما عشان لما تسمعها تفهمها. فاهم الفكره؟ الناس فاكره ان احنا بنعلم اكسنت او ان انت تتعلم نطق امريكان او ايا كان عشان تنطق صح. لا، انت انطق حتى لو هتنطق براحتك از لونج از ان اللي قصادك فاهمك مفيش مشكله. لكن انت بتتعلم النطق الصح والنطق الغريب للكلمات عشان لما تسمعها من الناس تعرف تستوعبها. وده كان جزء بصراحه من الكورس عندنا، حاجه اسمها words to have fun with. دايما غير الايديومز او الكلمات او الجرامر او السبيكينج او الحاجات اللي احنا بنشرحها، في حاجات كده مثبتنا او اكتيفيتي مثبتنا اسمها words to have fun with. كل سيشن بتاخد كذا كلمه بتتعلم نطقها الغريب او المختلف، وبتشوف عليها امثله من الافلام من الاغاني. وبس كده، شكرا يا اسطى في الجبل. 50,000 لايك يا شباب، 50,000.